محمد له تعليق في هذا الصدد؟ هو حضرتك يعني احنا لو اخذنا وجهه النظر بتاعت سياده المستشار وهي وجهه نظر سليمه، ولكن هو خطأ المجلس العسكري بيتمثل فيما يلي. في مقوله جميله قوي بتقول: حينما تزيد جرعه الدبلوماسيه تفقد المصداقيه، وحينما تزيد جرعه الطيبه تفقد الكرامه. يعني احنا لو فكرنا في معنى الجمله دي هنلاقي ان هي اتطبقت في المرحله الانتقاليه. انا دلوقتي في المرحله الانتقاليه قامت ثوره، المفروض قامت ثوره بيحكم هنا الشرعيه الثوريه. الشرعيه الثوريه بيحميها او حمل ثوره المجلس العسكري. طيب المجلس العسكري يعني تم بنزول اعلان دستوري، من هنا تنتهي الشرعيه الثوريه وتبدا الشرعيه الدستوريه. طيب انا دلوقتي جيت ونزلت اعلان دستوري حطيت فيه بعض المواد اللي تؤمن لي المرحله الانتقاليه. نزلت استفتاء، قلت في هذا الاستفتاء اختاروا في تعديل بعض مواد الدستور، يا نعم يا لا، ده قبل الاعلان الدستوري. وجات الاغلبيه وليها الاحترام ان هي قالت نعم، ونعم قلنا كنخبه مثقفه ان نعم هتؤدي في دهاليز سياسيه لا مخرج منها بسهوله، وده اللي عايشينه النهارده. يعني احنا النهارده بنعاني من كلمه من 3 حروف نعم. تمام. ما حدث ان اجتمعت تقريبا 54 حزب وقوة سياسية